مرحبا، كيفكم اليوم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم وصفتنا حتكون لازانيا السبانخ والمشروم بالبشاميل. يلا نبدأ. حطيت مقلة على النار وزيت زيتون، حط فوق الكرفس والبصل، هحركهم سوا. بعد ما البصل دبل معي حط المشروم، خلي النار متوسطة. كمان الفطر دبل معي، ححط السبانخ. حضيف عليهم ملح وفلفل أسود وفلفل أحمر مجروش وتوم باودر. حتركه 3 دقايق يتسبك وبعدين حطفي النار عليه. بعد ما خلصت الحشوة هلأ حعمل البشاميل. حضيف 5 معالق زبدة كبار وكمان شوية زيت. حترك الزبدة تسيح شوي. حضيف فوقهم 4 معالق كبار طحين وأحرك بسرعة عشان بدي الطحين يستوي وتطلع شوي ريحته، طبعا يتغير لونه. أول ما يبدأ يغلي بهاي الطريقة بضيف حليب وبحرك بسرعة عشان الحليب ما يتكتل. ضفت 3 أكواب ونص وكمان فوقهم نص كوب كريمة. ححرك. حضيف فوق البشاميل ملح وفلفل أسود وكمان جوزة الطيب. بأثناء ما أنا بعمل البشاميل شغلت الفرن من تحت على درجة حرارة 180 عشان يحمى. قوام البشاميل حيكون سائل شوي عشان حيستوي كله بالفرن لما أدخله مع اللازانيا، لأنه اللازانيا استخدمتها جافة ما سلقتها، يعني قوامها لازم يكون تقريبا مثل هيك. وبس تبدأ تغلي الأطراف خلاص بطفي عليها وبنكون خلصنا البشاميل. هلأ بدي أطبق اللازانيا. أول شي حضيف بشاميل، بعدين اللازانيا، بعدين بشاميل، الحشوة، بعدين لازانيا، بشاميل. ححط جبنة موتزاريلا وكمان بارميجان. تستخدموا أي نوع جبنة بتفضلوه. بعدين الحشوة، وفوقها اللازانيا. بتخلصوا الطبقات لغاية لما الحشوة معكم تخلص. آخر شي ححط طبقة اللازانيا، البشاميل. بعد ما طبقت اللازانيا حغطيها بورق القصدير وحدخلها على الفرن من مدة 45 ل 50 دقيقة، وبعدين حكشفها وححمر السطح تبعها من فوق. حشغل الشواية
لمدة 5 دقايق وبعدين حاطلّعها وحاورجيكم النتيجة. واللازانيا صارت جاهزة بعد ما طلّعتها من الفرن، أخدت معي تقريبًا 50 دقيقة بالضبط، وطبعًا حمّرتها من فوق، أخدت تقريبًا من 4 ل5 دقايق، وهيك بتكون جاهزة معي. وطبعًا لازم تخلّوها ترتاح من 10 دقايق لربع ساعة عشان تعرفوا تقطعوها قطع، بس أنا حاقطّعها معكم هلأ. الأفضل إنه تتركوها ترتاح شوي عشان تقدروا تقطعوها. شايفين كيف طبقات؟ وهيك كانت نهاية وصفتي لليوم، باتمنى إنكم تكتبوا لي رأيكم بالتعليقات، وما تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. نلتقي إن شاء الله بالفيديو الجاي على خير، وباي باي.